مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات ملف خاص. لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل أحداث ماسبيرو الأليمة التي وقعت الأحد الماضي عن الإشكاليات والأزمات التي تعصف بمصر وتواجه استقرارها في المرحلة الراهنة الخطيرة. فما حدث هو واحد من تداعيات توقعها المراقبون نتيجة للحالة الرخوة التي تعيشها مصر الآن. هذا هو موضوعنا اليوم والمثار على الساحة المصرية. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو في برنامج مستقبل مصر الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. برحب بحضرتك. وعلى ما يبدو أن التقديمة كانت طويلة إلى حد ما، ولكن يعني بتعبر أيضا عن ما يحدث على الساحة المصرية. برحب بكم مرة أخرى دكتور جمال. هنبدأ من المؤتمر الصحفي العالمي المطول الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعليق وكذلك إيضاح ما حدث في أحداث ماسبيرو. كيف يمكن أن نعلق على هذا المؤتمر، خاصة بأن المجلس العسكري في المؤتمر أكد أن ليس من عقيدة قتل الشعب أو دهس المتظاهرين؟ ماذا يعني هذا التأكيد بالنسبة للشعب؟ طبعا حسنا فعل المجلس العسكري، كان بالفعل يعني وأنا أرى أن البعض يعني كان يتحدث عن لماذا يصمت المجلس العسكري إزاء كل ما يحدث ولم يصدر بيان. طبعا هذا البيان كان ضروريا، ولا سيما أن المجلس العسكري كان يعني بشكل ما أو بآخر طرفا في هذه الأحداث سواء كان سلبا أو إيجابا، لكن في النهاية ما جاء في هذا البيان يعني هو أنا أرى أنه يعني تأكيد لما هو معلوم بالضرورة. القوات المسلحة ليست مؤسسة أو طرف مناهض للشعب أو ضد تطلعات الشعب. المؤسسة العسكرية هي بالفعل هي حمت ثورة هذا الشعب. المؤسسة العسكرية لها دور وسيظل لها دور في حماية سواء مكتسبات الشعب أو ما يتطلع إليه الشعب من مكتسبات. لا أقول أنها سيظل لها دور بمعنى أنها ستقبع يعني تمارس دورا سياسيا، لكن دورها في حفظ الأمن، هذا الأمن بمفهومه المتعدد سواء كنا نتحدث على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن يعني هدف الكثيرون الآن أو تحقيق الديمقراطية. الديمقراطية لها متطلبات ولها دعائم ولها مقتضيات. من أهم مقتضيات هذه الديمقراطية هي الأمن. يعني لا ديمقراطية دون أمن، لا تنمية دون أمن، لا حرية دون أمن أيضا، لا احترام أو ضمان لاحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن دون أمن. كل هذه الأمور نحن نتحدث عن هناك امتزاج. لا يجب بالفعل أن نضع المؤسسات الأمنية في موقف التضاد أو موقف التناقض، لكن القضية كيف يمكن أن نحدث هذا الانسجام بين متطلبات الديمقراطية ومتطلبات التنمية والحاجة الأمن. هذا الحديث الذي يمكن أن نتحدث فيه. نعم. لكن أن نفصل الأمر ونقول أن على المؤسسات الأمنية أن تبتعد أو على العسكر، نحن في ظروف استثنائية ونحن بالفعل في حاجة إلى دور المؤسسة العسكرية حتى كضامن هذه المرحلة الحذرة التي يعني بالفعل نترقب فيها التحول من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى يعني بأقل قدر من الخسائر. طب يعني كيف يا دكتور جمال على أرض الواقع أن نحدث ما تفضلت به وقلت المطلب أساسي لنا جميعا؟ نعم. أنت وأنا ومن في الشارع المصري جميعا. نعم. لأننا كلنا يعني في مركب واحدة زي ما بنقول كويس. نعم. إن إحنا نحدث هذا في ظل ما نشهده الآن على الساحة المصرية. تستطيعين بالفعل أنت تسألين سؤال يعني في ظل المعطيات الحالية بالفعل صعب أن نتحدث عن أن نحدث كل هذا. يمكن أن نحدث بعض هذا، ولا سيما بالفعل أننا في مرحلة أشبه يعني الثورة يعني هناك مصطلحات إعلامية دخلت في الحقبة الحالية، مصطلح موقعة الجمل. نحن الآن في مرحلة موقعة أحد وليس موقعة الجمل. البعض وصف هذه المرحلة بما يشبه موقعة أحد. نحن في مرحلة يعني التكالب على الغنائم في لثورة لم تكتمل بعد. يعني هناك مقتضيات الثورة لن تكتمل إلا بقيام نظام ديمقراطي حقيقي ونظام ديمقراطي سليم. نحن الآن تخلصنا من نظام لكننا لم نقم. يعني نحن
في الان حتى الان في مرحله الهدم، لم نتطرق بعد الى مرحله البناء. نحن الان كل نظرتنا الى الماضي ولا ننظر الى المستقبل. لا توجد قوى سياسيه لديها رؤيه او فيجن واضح لها مصالح فقط. يعني دكتور جمال يعني هي مصالح يعني بلا استثناء. هذه هي السمه وطبيعه، واذا فكرنا في غير ذلك نكون نحن المخطئين. يعني لا نقول ان هذا بالفعل يعني عيب يمكن ان نلصقه بالقوى السياسيه، لكن هذه هي سمه الطبيعه البشريه بشكل عام. كلنا تنتابنا الاطماع والاهواء والشهوات وحب التملك وحب الظهور وحب الواجهه الاجتماعيه، كل هذه الامور لا يوجد فصيل بمنع عن هذا. لابد ان يكون يعني في بدل الامر المصلحه العامه للشعب، يعني المصلحه وليس تتحدثين مع بشر ولا تتحدثين مع ملائكه او اجسام نورانيه. لكن ما هو الاسلوب الذي يمكن ان نهذب به هذا السلوك؟ من خلال ضمانات قانونيه وضمانات دستوريه. تكلمنا كثيرا في الماضي عن فكره ان الدستور اولا ثم بعد ذلك تجاوزتها الاحداث. كل يوم نتحدث بحديث قد لا يصلح، حديث الامس لا يصلح ان نتحدث به اليوم. لكن في النهايه يعني في نهايه الامر يجب بالفعل ان يكون هناك ضمانات قانونيه وضمانات دستوريه. هذه الضمانات القانونيه والضمانات الدستوريه ايضا ليس لها اي قيمه دون ان يكون هناك حاله من الامن. نحن بالفعل فيما يمكن ان نسميه في علم العلاقات الدوليه، وبرغم اننا بصدد حديث داخلي، في حاله يمكن ان نسميها بمأزق الامن. نحن نريد ان نحقق الامن، لكن اذا استخدمت وسائل ما لفرض حاله الامن تتهم المؤسسه العسكريه بانها بالفعل تحاول ان تتبع سياسات كما كان يتبع النظام السابق. ماذا يفعل؟ يعني خلينا برضو في المؤتمر الصحفي حيث أكد المجلس العسكري أن الأحداث أمام ماسبيرو كان وراءها من يدير لها ويزكي نيرانها. تعليق حضرتك على ذلك؟ طبعا يعني ما فيش حاجة بتيجي كده عفوية، يعني زي ما بيتحدث المتحدث العسكري. حتى الأقباط نفسهم تحدثوا وقالوا أن هناك غرباء تدخلوا، لكن لا المؤسسة العسكرية ذكرت من هم هؤلاء القوى الخارجية، ولا هناك التحقيقات جارية الآن. تصريح المجلس الملي أو تصريح قناصة البابا تحدث عن من هم الغرباء. فبالتالي يعني هذه العقلية التبريرية من كلا الطرفين، يعني نحاول أن نلقي بالاتهامات جزافا على أي جهة غامضة. يعني كنا في السابق نتحدث حينما يحدث أي مشكلة أو حينما يتعلل النظام السابق لماذا لا يقيم دعائم الديمقراطية؟ عشان احنا عندنا قوى الظلام والإرهاب والتطرف والعالم المتربص بنا. يعني بيتكلم عن مجهول، بيتكلم عن أشياء خرافية. لكن يعني حدد لي، يعني المجلس العسكري النهارده يعني التصريح طبعا يعني موقف أو البيان كان بيان جيد، لكن هو أيضا لمز ببعض، يعني تحدث عن شخصيات بعينها هي التي مارست التحريض. لماذا لا تقدم هذه الشخصيات إلى النيابة العامة أو إلى النيابة العسكرية بحكم أنهم هؤلاء؟ يعني هناك التحقيقات جارية بالفعل يا دكتور جمال. يعني يكشف عن أسماء هؤلاء. يعني لا داعي لكل مرة أن نقول أن هناك، يعني تحدث وزير العدل في السابق وتحدث المجلس العسكري أن هناك جمعيات معينة تلقت أموال من الخارج وجمعيات مخترقة. يعني مصر أصبحت يعني بالضبط كده، يعني بيت او اوضه ليها 100 شباك وشباك مفتوح على الخارج. كل من يريد ان يمارس يعني هواياته التخريبيه يجد في مصر الان مرتعا. لماذا لا تكشف الحقائق؟ يعني يجب بالفعل ان يكون لدينا شجاعه المواجهه. بدون ذلك سوف تتكرر كل هذه الامور مره اخرى. يعني ما فيش حاجه اسمها بقى يعني ان احنا نعمل. طبعا وفي ظل هذه الظروف الاستثنائيه قد يكون من المناسب ان يكون هناك حديث للموائمات السياسيه. ليس كل ما نعرفه نقول، وليس كل ما ندينه نضعه في قفص الاتهام، نظرا لهذه الحاله الرخوه كما تحدث عنها التقرير، وحاله السيوله السياسيه، وحاله لا اقول السياسه، حاله العشوائيه السياسيه التي نعيشها يعني في الاشهر الاخيره. يعني قد تدفع البعض الى يعني ان يوائم وان يعني كما يقول يتحدث وفي فيه ماء. يعني يعرف كثير من الحقائق او هناك
يعني أقوال مفترض أن تقال لكنه لا يقولها، يعني خشية أن تحدث يعني أثرا عكسيا أكثر مما يعني هو المطلوب. فبالتالي بيلجأ المجلس العسكري أو بتلجأ بعض القوى السياسية إلى فكرة الموائمة السياسية وفكرة المواراة أو التقية كما هذا المفهوم الموجود لدى الشيعة، مفهوم التقية يعني. نعم. طيب خلينا ناخد بعض الاتصالات التليفونية. معي الآن أستاذ حمدي عبد الجواد من الفيوم. تفضل أستاذ حمدي. السلام عليكم. الو. أيوة تفضل. السلام عليكم. حمدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بحيي حضرتك وبحيي ضيفك الكريم. طيب دكتور جمال، يعني تحدث عن نقاط غاية في الأهمية وخطيرة بالفعل أستاذ حمدي. نعلم ما فيه نحن إرث كانت من النظام السابق، وتحدث عن دور العبادة الموحد. أنا هدخل في بدء الأمر عن موضوع دور العبادة الموحد، خاصة بأنه كان هناك اختلاف أيضا في الكنيسة على هذه المسألة. كيف يمكن أن نعلق على تلك الأمر؟ قانون دور العبادة الموحد أيضا شأن قوانين كثيرة قد يسهم في تخفيف حدة هذا، لكن يعني لكل سلوك أو كل قرار ليه جانب إيجابي. إحنا بناخد جانب واحد من الصورة، لكن الجانب الآخر من الصورة يعني ماذا سيحدث حينما يسن هذا القانون ويحصل إخواننا الأقباط على حقوقهم بموجب هذا القانون في بناء دور العبادة. كيف يمكن تفعيل هذا القانون؟ أيضا إذا سادت هذه الروح التشدد تجاه الآخر وعدم قبول الآخر أو اعتراف الآخر وكل هذه الأمور، قد يحصل هذا أيضا. يعني يستطيع الأقباط أن يحصلوا على تصريح ببناء كنيسة بموجب القانون الجديد، ثم بعد ذلك نجد من يتصدى لهم بحجة أن لا نريد في حينا أن تبنى كنيسة أو نرى الأجراس أو نرى الصلبان. كل هذه الأمور يعني القضية ليست قضية قانون. كثير من القوانين موجودة لكن لم تفعل. المجلس العسكري الذي تحدث يعني عن قانون الطوارئ، يا سيدي هناك تستطيع أن تفعل قانون العقوبات الجنائية بشكل أفضل، لكن القضية ليست هل مسمى القانون هل نطبق عليه قانون الطوارئ أو قانون العقوبات الجنائية لا نطبق عليه قانون العقوبات الجنائية، لكن لا يجب أن يكون هناك لديك إرادة أو قوة لفرض أو لتنفيذ القانون. مع بعض المؤامات السياسية لا نستطيع أن نطبق القوانين على كل الحالات. يعني حتى الآن، حتى إذا ثبت في بعض الأحيان إدانة بعض الأشخاص نتيجة لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، سواء القانون المدني أو القانون العسكري أو مسمى قانون، ستجد أن هؤلاء لديهم تكتل سياسي أو تكتل اجتماعي أو تكتل طائفي أو عقائدي، يعني يضغط على الحكومة أو على المجلس العسكري من أجل إفلات يعني هؤلاء من العقوبة. عايز تقول بأن احنا هندور في هذه يعني دعيني لا أكون متشائما، لكن أنقل أشياء يجب أن نتحسب بها كمجتمع. لا أقول الحكومة تتحسب بها، نحن أنفسنا نتحسب بها أن مثل هذه الحوادث قابلة للتكرار. يعني دي بديهي عقب يعني هذه تراكمات كثيرة. يعني ولكن إذا حدث في مسجد يا دكتور جمال إذا طبق نعم. إذا كان هناك سيادة لدولة القانون نعم. وهيبة للدولة لم تتكرر هناك هذه الأحداث. قوة لا نعم. تريد لهذه الهيبة أن تكون، هناك قوة لا تريد أن يكون هناك سيادة لكي تكون مرتعا لتجاربهم السياسية وعواطفهم الأهوائية أو كل هذه الأمور. سواء كنا نتحدث عن يعني أنا لا أميل أيضا إلى فكرة المؤامرة، لكن هناك أشخاص أو هناك جهات تستفيد من عدم الاستقرار أو عدم نجاح التجربة الديمقراطية في مصر. نعم. سواء طب ناخذ هذا الاتصال التليفوني مع أستاذ علي مطاوع من مدينة نصر. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء النور، تحية ليكي وتحية للأستاذ جمال. شكرا لحضرتك. أنا هتكلم في نهاية ما انتهى إليه، وقصة أن ممكن هذه الأحداث تحدث مرة أخرى أم لا. الذي يجعلها تحدث وهذا يبدو أن هناك تصميم على الاحتكاك بالقوات المسلحة منذ أحداث العباسية. الذي يشجع على حدوثها هو التهاون، التسامح، المجاملات أحيانا.
حضرتك دكتور جمال، يعني استاذ علي مطاوع لما جينا كلمناه تحدث عن نقاط، بس احنا لازم يعني نقر بواقع غايه في الاهميه. هناك تطرف سواء في المسيحيين او المسلمين ايضا، وهناك من بالفعل يزج بتلك يعني بالفتن داخل الاوطان، ونرى بعض القنوات التلفزيونيه التي تخرج من الجانبين وتحث على الفرقه والفتنه. تعليق حضرتك على ذلك؟ يعني نحن نعيش أيضا لا نقول حالة من الانفلات الأمن، حالة من الانفلات الإعلامي. هناك طبعا قنوات خاصة سواء كانت يعني ترفع شعارات دينية من طرف هنا أو هناك، وهناك أيضا قنوات لا يعني تدعي الليبرالية أيضا نفس الأمور، يعني تتجه الى فكره الشحن، يعني مجرد الحصول على اكبر عدد. يعني هناك قنوات يعني لديها هذا الهدف، يعني هي من الاساس انها قنوات موجهه لفكره معينه، لتبني فكره عقائديه معينه، يعني من ضمن هذه الافكار يعني نفي الاخر او اقصاء الاخر. وهناك ايضا قنوات تفعل ذلك من باب يعني اكتساب نوع من السبق او اكتساب عدد من المشاهدين وكل هذه الامور. ويعني في كلا الحالات كل هذه القنوات يعني بتصب في اطار ما نشهده الان، يعني مساله. وطبعا للاسف لا نستطيع بالفعل ان نتحكم في عمل هذه القنوات، نتيجه لان كثير من سيقال بقى أننا سنعود إلى عصر الانغلاق وعصر. يا سيدي هناك فرق بين الحرية وبين الفوضى، نعم. هناك فرق بين الديمقراطية وبين العشوائية. نحن الآن في حالة نستطيع أن نقول أنها فوضى إعلامية وعشوائية سياسية. بس دكتور جمال، لو كان الشعب واعي بخطورة المسألة يعني كان الموضوع ممكن يبقى أسهل من هذا، حتى بالنسبة هنتكلم مثلا على سبيل المثال الإعلام وما يقوم به من أدوار خطيرة الآن. فهنقول حاجة إن حتى نوعي المجتمع هتاخذ يعني فترة طويلة من الوقت. يعني إذا أردنا خطة قصيرة الأجل وخطة جماعات وفئات معينة تريد لهذا الشعب أن يكون مغيبا، يعني تلهيه يعني تجعل من الثورة يعني بقرة يقدسها فقط الشعب، وهي بتحلبها. يعني هي مش بس طب قدسوها زي ما عايزين الشعب يقدسها، لا انتوا تقدسوها واحنا نحلب هذه البقره. لا، القضيه الان اننا امام مصلحه وطن بالفعل. يعني يعني الشعب يجب ان ينتبه ان يعني ليس كل ما يقال في وسائل الاعلام او كل ما يرفع من شعارات او كل هذه يعني خالصه لوجه الله. يجب بالفعل ان ننظر الى الامور بنظرتها الحقيقيه. بألا ينساق، بألا لا ينساق الشعب. لديهم مصالح ولديهم طموحات ولديهم شركات يريدون ان يحموها ولديهم ارتباطات بالخارج ولديهم يعني كثير من القوى السياسيه. يعني لا اريد ان اتحدث بلغه التعميم، لكن كثير او معظم القوى السياسيه او كثير من الشخصيات المطروحه يعني شخصيات ايضا يعني تبتغي ليس فقط الدعم الداخلي لكنها لها امتدادات خارجيه او سيكون هناك تدخلات خارجيه لدعم بعض الشخصيات او دعم بعض الفئات. كل هذه الامور وارده. يعني نحن لا نريد بالفعل القضيه اننا الان يعني اصبحنا في حالة. أنا أتفق مع المتحدث الذي يتحدث عن عدم وجود قيادة بالفعل. أستاذ شريف عبد العزيز. يعني القضية بالفعل أن يعني الثورة حتى منذ يناير حتى الآن لم تستطع بالفعل أن تبرر أو تكشف عن قيادة يعني حقيقية تستطيع بالفعل أن تقود. يعني هناك رجال محترمون وهناك رجال مطروحون على الساحة، لكن القضية ليست قضية صلاح. هناك فرق بين الصلاح والصلاحية. يعني الصلاحية هي شرط من أو الصلاح هو شرط من معايير الصلاحية، لكن ليس كل من صالح يصلح لأن يكون قيادة. وأذكرك بحديث سيدنا عمر وأبو هريرة حينما يتحدث معه يريد أن يوليه منصبا أو ولاية كما ولى كثير من الصحابة، قال أنك رجل ضعيف أخشى عليك. أبو هريرة راوي معظم الحديث، سيدنا عمر بيقول له أنت ضعيف. يعني القضية ليست قضية فقط مجرد صلاح، قضية أهلية وكفاءة وصلاحية. من ضمن هذه الشروط الصلاح. لا يجب بالفعل أن نختار أو نرشح فاسقا ليتولى منصب رئيس دولة أو يتولى نائبا في البرلمان، كل هذه الأمور، لكن ليس هو المعيار الوحيد.
هو معيار من ضمن المعايير. نعم. طيب واحنا نحن نتحدث يعني حنكمل الدور الاعلامي، الدور الاعلام المصري في مواجهه الاعلام المثير للفتن والاعلام الممول من جهات ودول اخرى، ويعني التوعيه باهميه الحفاظ على هيبه الجيش، لان دي نقطه غايه في الاهميه. نعم. يعني الاعلام بصفه عامه هو اعلام منحاز، اي اعلام. يعني لا يوجد اعلام يسمى باعلام نزيه او اعلام محايد او كل هذا، لكن درجه الانحياز يعني كيف يمكن ان نظهر انفسنا بموقف المحايد، هذه يعني استراتيجيه لم يعتاد عليها الاعلام المصري كله، لكن طبعا هو هذه يعني الاعلام الامريكي بارع في هذا والدعايه الصهيونيه بارزه في هذا، لكن احنا هنا يعني في كثير من الاحيان كل وسائل الاعلام مرتبطه بمصالح معينة، أو على الأقل مرتبطة بوجهة نظر أشخاص يعني بيحاولوا أنهم يفرضوا. ولكن دكتور جمال الصورة تتحدث عن نفسها في النهاية، يعني حتى لو أنا ما بعناش على الأحداث دي بصفة عامة. لا أنا بتكلم بصفة عامة، أن الصورة تتحدث عن نفسها. أنا أتفق. يعني أحداث مسبيرو الناس أدانوا الإعلام المصري ولم يكن لهم أن يتحدثوا بمثل هذه الأحاديث، لأننا شاهدنا صورة فليكفي. يعني أنا يعني رفضت كثير أن أعلق على هذه الأحداث، وطلب مني في أكثر من قناة أن أعلق على هذه الأحداث. يعني الأشياء لم تتبلور. هل أعلق على الصورة كاشفة واضحة، لكن أعلق على النوايا وأعلق عن من هم الأطراف، يعني هذا يعني قد يصب ما يقول الزيت على النار. لكن يعني يجب بالفعل أن يترك لوسائل التحقيق أن توضح الحقائق، ثم بعد ذلك الحديث. لكن أن نتخذ من مصائبنا ومن مشاكلنا يعني وسيلة للتكسب أو وسيلة لاصطناع البطولات الزائفة أو الصناعة أو ادعاء الحرص على مصالح الأقباط أكثر من الأقباط أنفسهم أو كل هذه الأمور، يعني هذا نوع من الأحاديث التي يعني يجب على كثير أن يترفعوا عن مثل هذه الأحاديث حتى لا يزيدوا الموقف اشتعالا. نعم. طيب من خلال نرجع مرة أخرى للمؤتمر الصحفي، من خلال المؤتمر الصحفي الأخير يتضح بما لا يدع مجال للشك بأن المجلس العسكري يسعى للتواصل مع الشعب، ما أهمية هذا التواصل في رأيك؟ يعني أهمية هذا التواصل أننا بالفعل مقدمون على مرحلة تحول. هذه المرحلة التحول تحتاج إلى أمن. هذا الأمن يعني الخدمة الأمنية غير متوفرة إلا عند مؤسسة نظامية. هذه المؤسسة النظامية أوكل لها أو الشعب يثق فيها، بغض النظر عن بعض الأصوات التي هنا أو هناك تتحدث عن ارحالوا وسلمونا والحكم ويعني وقعدوا انتوا في سكنات وكل هذه الأحاديث السطحية التي يعني تتحدث يعني مثل هذه الأحاديث. من يتحدث عن محاولة أو عن فكرة أو يريد أن يروج أن المجلس العسكري يريد أن يستأثر بالسلطة أو يستولى على السلطة، هذا كلام رخيص. ليه؟ الواقع بيقول غير كده. نعم. يعني غير الواقع ان هو المجلس العسكري سلوكه، لكن هو لن يستطيع ان يفعل مثل هذا. الشعب بالفعل وصل الى مرحله النضوج لن يسمح لاحد بان يكون واصي عليه. لكن حاله الانفلات الامني وحاله اذا تدهور الموقف اكثر من ذلك، واذا تماهينا مع هذه الاحاديث التي تقول يا عسكري اذهب الى سكناتك واحنا بعد كده هندور الامور وهنصرف امور. طيب لو حصل هذا قد يكون هو العكس، قد يكون عكس المراد هو الصحيح، بمعنى ان اذا احجم القوات المسلحه او الجيش عن التدخل لفرض حاله الامن او لمظاهره او لاعتصام او حرق منشات او حرق ممتلكات عامه او اعتداء على ارواح الناس، سيذهب الناس نفسهم، الناس هتتولد عندهم، الشعب يتولد عنده قناعه ان لا بديل على حكم العسكر، ويبقى احنا جبنا بنتيجه عكسيه وحصل لنا نوع من الارتداد او الانتكاسه، وهي دي اسمها الثورة المضادة، وليس ما يتحدثون عن بلطجية. نعم. كل هذه الأشياء الرخيصة التي لا تستطيع أن تصنع ثورة مضادة. ما يصنع ثورة مضادة هو تولد قناعة لدى الناس أن العسكر هم الأولى بالحكم. عشان بقرأ لدكتور جمال سأنطلق من النقطة الأخيرة التي تحدث عنها دكتور حسن، وهي الانتخابات. أيضا أشار المصري يعني بينظر إلى الانتخابات التي ستجرى في المرحلة القادمة، واليوم كانت فتح باب الترشح بشيء كثير من الحذر والتوخي. نعم. في ظل الانفلات الأمني الذي نشهد. تعليق حضرتك على ذلك؟
لو احنا خدنا الامور بصوره مجرده وبنتحدث عن اي مجتمع اخر غير مجتمعنا، نقول ان الظروف مش مناسبه لاجراء الانتخابات. لكن في ظل هذه الحاله الحرجه انا ارى ان اجراء الانتخابات هو يعني هو تصرف صحيح وتصرف ضروري وتصرف حتمي. البديل هو سيعود بنتائج عكسيه اكثر من ذلك. يعني طبعا يعني نتوقع ان يكون هناك نوع من الانفلات الامني، نوع من بعض الامور، لكن هذا هو الواقع وهذه هي المعطيات. لكن البديل أن حينما يشرع أو يتحدث البعض عن تأجيل الانتخابات معناه أننا سنفتح أيضا الباب لمزيد من عدم الاستقرار. القوى التي يعني تريد بالفعل أن يكون لها دور أو تشارك أو تطالب المجلس العسكري بالابتعاد وسوف تصاعد الأمر أكثر من ذلك، وهي لديها وسائل إعلام ولديها مصادر تمويل وكل هذه ولديها أنصار تستطيع بالفعل أن يعني تقود المجتمع إلى المجهول. فبالتالي أنا أرى أن من باب طبعا لا نبتغي الكمال من هذه الانتخابات، سوف يكون هناك بعض الأخطاء، سوف نتعلم ثم نصحح بعد ذلك. هذا ليس عيب. قد يأتي أفراد، قد يأتي مندسين، قد يأتي أفراد ليس مؤهلين فعلا لهذه المرحلة، لكن هذا هو المتاح. يعني إذا كان هناك بعض الانفلاتات الأمنية أو نتوقع أن يكون هناك نوع من العنف، هذه أشياء متوقعة حتى كانت بتحدث في الظروف العادية. نتوقع أن يكون هناك المزيد، لكن لا بديل إلا المضي في إجراء الانتخابات حتى يمكن التسريع. يعني هقول لك حاجة، إحنا زي بالظبط كده واحد خايف إنه يواجه حاجة، هيفضل طول عمره خايف ويفضل طول عمره هيموت من الخوف ومش هيعيش. انما الافضل لك ان انت تواجه. انا خايف من هذا المجهود، لا اروح اواجه هذا المجهود، يمكن اتعور، يمكن يحصل لي خسائر، اتكسر، كل هذه الامور، لكن بعد كده هعرف ايه الاخطاء او ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، واستطيع في تجربه ثانيه او في مرحله اخرى استطيع ان اصحح. ولا سيما ان عمر المجلس يعني هو يعني البعض يتحدث عن سنه او بعد اقرار الدستور قد يحل كل هذه الامور. يعني لكن البديل هو الأسوأ. الإجراء الصحيح هو بالفعل هو الإجراء الانتخابات في موعدها حتى يعني لا نزيد الأمر تعقيدا. طيب يعني دور الأحزاب والدوائر السياسية في تلك المرحلة الحاسمة التي تمر بها الأمة؟ يعني أنت تتحدثين عن أشياء افتراضية. نحن الآن كما تحدثت في السابق قلت أننا يعني هذا ليس تعبير أحد تحدث عنه في الصحافة أو في مقالة من المقالات الجيدة، قال أننا نحن في مرحلة موقعة أو معركة أحد. نحن هذه القوى يعني الكل يريد أن يعظم من منافعه الشخصية أو منافعه الفئوية على حساب بناء هذا المجتمع. فبالتالي لا تحدثيني عن اشياء يعني ان تبدى لكم تسؤكم. يعني الحقيقه منوط بيهم ادوار غايه، يعني هي في ادوار منوطه بيهم في التواصل ايضا مع الجمهور، ويعني في المرحله المقبله طبعا يعني لا كتواصل مع الجمهور في اطار حملات انتخابيه او كسب أنصار أو كسب، هذا أمر مشروع، أمر متعارف عليه بتتبع في كل دول العالم. لكن التواصل من أجل البناء ومن أجل كل هذا يعني قد تأتي في مرحلة قادمة، لكن هذه المرحلة ده في تحفظات عليهم يا لا ما فيش تحفظات. ما هي دي نتاج، يعني نتاج طبيعي لمرحلة، يعني مرحلة يعني شهدنا يعني ورثنا هذا الفكر من مرحلة سابقة، وبالتالي يعني فتحت لقوى جديدة أخرى كانت محرومة من التواصل السياسي بشكل فعال. فبالتالي الكل يريد أن يعظم من مكاسبه، وهو يرى بالفعل أن تعظيم المكاسب في هذه المرحلة إن لم يعظمها لن يستطيع أن يعظمها في مرحلة سابقة. فبالتالي ستشهدي مثل هذه الحالة التي أعتبرها حالة من العشوائية السياسية. نعم، يعني دكتور جمال سلامة في نهاية هذا الملف رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بشكرك على تشريفك معنا، وأعود وأكرر مرة أخرى وختمت به أيضا برنامج أمس في المشهد. يا رب احمي مصر والمصريين. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وصلنا الآن إلى ختام هذا الملف. إلى اللقاء.